مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها: فك لغز رفض متهمة حكيمي بالاغتصاب، الكشف عن هويتها. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. أغرب ما يوجد في قضية اتهام اللاعب الدولي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي أن متهمته بالاغتصاب المزعوم ترفض الكشف عن هويتها، وترفض أيضا حتى مواجهة أمام المحققين. ويبقى حكيمي أول متهم بالاغتصاب من طرف شبح استند عليه الادعاء الفرنسي بناء فقط على صورة ملتقطة من هاتف الضحية تزعم أنها دردشة جرت بينهما. الادعاء الفرنسي استند على مضمون محادثة افتراضية على موقع انستغرام أدلت به الضحية المفترضة عند تقديمها لشكايتها للشرطة الفرنسية. الغريب أن هذا الحساب الذي ادعت زاعمة الاغتصاب أنها تواصلت عبره مع حكيمي لم يعد موجودا. أوجه الغرابة أيضا أن المحامية التي تنصبت للدفاع عن الضحية المفترضة هي عضو مؤسس لجمعية ستوفيشا التي تهدف إلى محاربة الجنس السبراني، وهي أيضا مشاركة في تأليف كتاب كومباتر لو سيبرانيزم، وهو أول عمل فرنسي مخصص للجنس السبراني. المثير أيضا في هذه القضية أن غالبية التغطيات الإعلامية الغربية التي خصصت لخبر اتهام حكيمي بالاغتصاب توقفت بشكل كبير عند قضاء زوجته وأم أولاده لعطلتها بدبي. كما زعمت بعض المنصات الإخبارية أن حكيمي وزوجته الإسبانية عادة الأزياء ذات الأصول التونسية ربما على مشارف الانفصال.